Winter is coming. The hunting season comes along in the north central of Eurasia. كازاخستان. And the best memories are made when you are least expecting it. أكبر دولة حبيسة غير ساحلية في العالم. تعتبر تاسع أكبر دولة عالمية. دولة موجودة في أوراسيا بين أوروبا وآسيا. 70% من سكانها من المسلمين. وبتعتبر الدولة الأقوى اقتصادياً في آسيا الوسطى، والسبب يرجع لصناعتهم للنفط والغاز. إحنا النهاردة وصلنا كازاخستان. The beautiful Kazakhstan. We go about our daily lives understanding almost nothing of the world. We give little thought to the machinery that generates the sunlight that makes life possible. Welcome to Kazakhstan. We are about 3 hours away from the city of Almaty. جينا علشان نشوف واحدة من أقدم القبائل في التاريخ، قبائل الكازاخ. The Mongol Empire vanished from history, but the Mongolian Kazakh retains Turkic and Mongol ancient cultural practices and religions, following their ancestors' path. شعب الكازاخ نشأ في الجزء الشمالي من آسيا الوسطى، وبيرجع أصله للقبائل التركية والمغولية. الشياطين الصفر في منهم موجود في أوزبكستان والصين وروسيا ومنغوليا، ولكن أكترهم موجود في كازاخستان، لدرجة إن الكازاخ بيمثلوا 63% من سكان كازاخستان. قبائل الكازاخ عاشوا فترات طويلة في جبال الطاي في منغوليا الغربية، ودي المنطقة اللي جه منها جنكيز خان، القائد المغولي اللي أثار الجدل لسنين طويلة. وبيشوفوه المنغوليين والكازاخ رمز للقوة، موحد قبائل التتار والمغول، ومؤسس أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ، الإمبراطورية المغولية. They move several times a year with their herds. The winter in Mongolia is long. القبيلة دي لسه محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم القديمة، ولسه القبائل الوحيدة اللي بتقوم بالصيد مع النسور الذهبية، وده من سنة 340 قبل الميلاد. انتوا متخيلين بيصطادوا مع النسور من امتى؟ سموا القبيلة بتاعتهم باسم الكازاخ، ودي معناها باللغة العربية القبيلة الحرة، وبيعتبروا آخر السلالة المنغولية في العالم. وفي منهم اللي هاجر للصين وروسيا وأوزبكستان. الناس هنا عايشة بشكل غريب جدا، مرتبطين جدا بالنسور، وحياتهم عبارة عن إنهم يزرعوا الأرض علشان ياكلوا منها، وباقي حياتهم محورها الخيول والنسور. بيسموا علاقتهم بالنسور بالهاكستي، ودي معناها الارتباط اللانهائي. ولما شافونا بنصور ضيفونا عندهم في الخيمة وقدموا لنا أكل مميز جدا، وبيسموا الأكلة دي الأصابع الخمسة، لأن ممنوع تاكلها بأي حاجة غير بصوابعك الخمسة.
القبيلة دي عندها عادة غريبة جدا، بيمنعوا الزواج من القرايب، ولازم تكون المسافة بين بيت العريس وبيت العروسة 7 أبحر. غير كده طريقة الجواز عندهم غريبة جدا، بيقولوا إن العريس لازم يروح لبيت العروسة ويفضل مستني بره البيت، وبيكون مستني أهله وأهل العروسة، ولو سمع كهاني وأصوات عالية يبقى العروسة موافقة، وبيفضل مستني أهله علشان ياخدوه يقابل العروسة. والعكس صحيح، لو الصمت عم المكان بينسحب العريس وبيروح بيته، وكده العروسة مش موافقة عليه. ولما العروسة بتوافق على العريس بيقدم لها مهرين، مهر ليها ومهر لوالدتها، وبيقدم المهر لوالدتها مقابل رضاعة العروسة، ودي عادات وتقاليد عندهم. فالمهر بيكون عبارة عن 77 خيل من الخيول الأصيلة، وده لو كان العريس غني. أما لو كان متوسط الحال فبيبقوا 47 خيل أصيل بس، و17 خيل لو كان العريس فقير. بيتهيألي دي أغرب طريقة جواز شفتها في العالم. في القبيلة دي النسور بتعيش معاهم وبتشارك معاهم كل تفاصيل حياتهم، لدرجة إن هم بيعتبروا علاقتهم مع النسور الذهبية زي الراجل ومراته. بس الفرق بين الست والنسر إن الراجل ما ينفعش ينفصل عن النسر بتاعه أبداً، لكن عادي جداً إن هو ينفصل عن مراته. وزي ما انتم شايفين لسه عايشين حياة ما اتغيرتش من قرون، لسه لحد وقتنا ده عايشين في الخيام، وبيتنقلوا 3 مرات على حسب الطقس في السنة، فبيمشوا هم وعائلاتهم وثروتهم وحيواناتهم وكل حاجة معاهم. ولسه قبائل الكازاخ محافظين على الأزياء التقليدية، لبس أجدادهم. معظم الجواكت الفرو اللي بيلبسوها مصنوعة من جلود الثعالب والذئاب، ودي اللي اصطادوهم النسور بتاعتهم. ففي القبيلة دي الراجل بيدرب النسر بتاعه لمدة 5 سنين، وخلال الفترة دي لازم الراجل يعامل النسر بتاعه باحترام، وإلا هيطير ومش هيرجع تاني. وبيبقى ملزم إنه يتكلم مع النسر ويغني له، وده علشان يحفظ نبرة صوته وتبقى دايما في ذاكرته. ده غير إن هو بياكل معاه وبيشرب معاه كمان. وبعد 5 سنين بيقرر إنه يفرج عنه ويطيره. Only young female golden eagles are trained, as they are larger, more powerful, and aggressive than male eagles. وبيعاملوا النسور كأنهم أولادهم أو زوجاتهم، فعندهم روابط غير عادية مع طيورهم، وبيعتبر من العار إن النسر يطير وما يرجعش لصاحبه. القبيلة دي عندها عادات كتير مع النسور. قبائل الكازاخ بتعتبر واحدة من أقدم القبائل في التاريخ،